نعطيك واحد المعلومه مثلا من اعجب ما يكون. افلاطون هو كيدرس الرياضيات، لان افلاطون كان يعني مولع الهندسه والرياضيات، استشكلت عليه واحد المعادله رياضيه لقاها صعيبه، فقطع البحر الابيض المتوسط الى الضفه الجنوبيه عند الامازيغ في قورينا في ليبيا، ولقى فيها لي غران ماتيماتيسيان، لقى فيها علماء الرياضيات الكبار اللي يساعدوه في حل هذيك المعادله. وكتسجل تقول لي ظلمات الجهل او جاهليه، هذا الشيء دابا راه 1200 عام قبل الإسلام. الرواية التي رواها عصيد تأتينا من كتاب تاريخ فلاسفة الإغريق أفلاطون الرجل وحوارات. ماذا يخبرنا؟ وقد ذكر أبوليوس صاحب الرواية الحمار الذهبي، عاش في القرن الثاني الميلادي، يقول أي في زيارة أفلاطون زار قورينا، ويبدو أن أفلاطون كان يعرف ويحترم عالم الرياضيات ثيودوروس القوريني، وذلك يتضح من الدور الذي منحه في محاورات تاتيوس. إذن سبب وضع أو أخبار أبولوس أن أفلاطون زار قورينا أنه وضع في حواراته عالم الرياضيات ثيودوروس القوريني. ولنتأكد من ذلك لا بد من العودة إلى محاورات تاتيوس. في محاورات تاتيوس لأفلاطون أو عن العلم في الصفحة 53 كما قلنا أنه وضع ثيودوروس في حواراته، ولكن وضعه في حوار مع سقراط، أي أنه لم يزر ثيودوروس في قورينا ولكنه وضعه فقط في حواراته. ولنؤكد المعلومة من جهة أخرى لا بد أن نتأكد من المصادر أو المعلومات التاريخية عكس ما يفعل عصيد. دليل على ذلك ما أخبر به الخطيب الروماني شيرشون في كتابه الجمهورية. بعد وفاة سقراط دفع الشغف أفلاطون بالمعرفة إلى السفر أولا إلى مصر ثم إلى إيطاليا وصقلية سعيا منه للاطلاع على اكتشافات فيثاغورس. لم يذكر شيرشون زيارة أفلاطون أبدا إلى قورينا، بل سافر إلى مصر ثم إلى إيطاليا وصقلية. يؤكد هذا ما ذكره أيضا كتاب تاريخ الفلاسفة الإغريق أفلاطون الرجل وحواراته في نفس الصفحة التي ذكرناها قبل قليل. لا يمكن أبدا معرفة ترتيب رحلاته أي رحلات أفلاطون، وقد أدرجها البعض كما هو متوقع ضمن عالم الأسطورة باستثناء إيطاليا وصقلية كما ذكر شيرشون. إذن رحلات أفلاطون باستثناء إلى إيطاليا وصقلية هي مجرد أسطورة، أي رحلته إلى مصر وقورينا مجرد أسطورة. إذن حسب المؤرخين والباحثين في تاريخ أفلاطون عصيد يذكر أساطير ويستند على أقوال غير صحيحة ويطعن في الأخبار الصحيحة الموثوقة. فإذا نحن أمام رجل يروي خرافات لا أكثر ولا أقل. حتى لو سلمنا جدلا أن أفلاطون زار قورينا سيدي ونكذب كل تلك الأقوال، فقورينا حسب الموسوعة البريطاني وحسب جميع المؤرخين والمصادر التاريخية قورينا مستعمرة يونانية قديمة أسسها اليونانيون في ليبيا حوالي القرن السادس قبل الميلاد، وعلى يد مهاجرين من جزيرة ثيرا في بحر إيجا. بحر إيجا هذا بحر اليونان. إذن علاقة الحضارة الأمازيغية بين قوسين التي لا وجود لها في التاريخ لا علاقة لها بقورينا ولم يؤسسوا قورينا، فلا بد أن تنسب القول إلى أهله والحضارات إلى أصحابها. بارك الله فيك.